السلام عليكم. أتمنى من الله دوام الصحة والسعادة على الجميع. لما وجدت ريا نفسها تدفع الثمن أخيرا، قررت أن تغير أقوالها وتغير ما اعترفت به أثناء التحقيقات. تعرفوا على لعبة ريا الجديدة وتعرفوا على التفاصيل، وأتمنى مشاهدة الفيديو بالكامل، فهناك العديد من المعلومات. ادعت الممثلة ريا تشاكرابورتي في طلبها للحصول على الكفالة والخروج من الحجز 14 يوم والتحقيق معها بالخارج. ادعت أنها أجبرت على الإدلاء بهذه الاعترافات وتدين بأنها من وضعت نفسها في الحجز. بعد يوم واحد من اعتقال ريا من قبل مكتب التحقيقات المركزي لمكافحة المخدرات أثناء الكشف عن المحكمة الخاصة وجلسة الاستماع، حينما طلب محامي ريا الإفراج عنها بكفالة هي وشقيقها يوم 10 سبتمبر. فتم اعتقال ريا والذي كان صديقة الممثل الراحل سوشانت يوم الثلاثاء من قبل البنك المركزي بعدما وجهت إليها التهمة بموجب القانون الهندي الخاص بالمخدرات والمؤثرات العقلية لدورها المزعوم في توريد المخدرات وإعطائها للممثل الراحل سوشانت. فلقد تم تقديم عريضة لطلب الكفالة تتكون من 20 صفحة. صرحت خلالها ريا بأنها بريئة ولم ترتكب أي جريمة على الإطلاق، وادعت بأنه تم توريطها زور في هذه القضية. وزعم أيضا في الطلب بأنه لم يتم مصادرة أي مخدرات أو أي أدوية تؤثر على العقل مع ريا، وإن هذه الادعاءات إن وجدت تتعلق بكميات صغيرة، وبالتالي فإن الجريمة من الممكن أن تخرج منها بكفالة عادي. والادعاء ضد ريا مقدم في الطلب الحالي بشأن إثارة قضية شراء كميات صغيرة من المخدرات والتي هي الجوهر في طلب الكفالة، ولا توجد أي ذرة تثبت بأن ريا كانت تقوم بتمويل أو بالتجارة الغير مشروعة أو كانت تقوم بإيواء المجرمين، وده وفقا للتقرير أو للطلب اللي قدمه محامي ريا لطلب الكفالة. كما زعمت ريا أيضا أثناء احتجازها أنها أجبرت على الاعتراف وأجبرت على إدانة نفسها. ومن خلال طلب يوم 8 سبتمبر من عام 2020 تراجعت ريا رسميا عن جميع الاعترافات التي تدينها. وأكدت ريا في الوثيقة التي تم تقديمها بأنها كانت متعاونة، وأشارت إلى وجود خطر جسيم على حياتها إذا تم احتجازها دون أي داعي في الحجز القضائي. وجاء البيان أيضا مقدم الطلب وقال أيضا في البيان أن ريا تلقت مئات التهديدات بالقتل والاعتداء خلال الشهور الماضية. واستشهد أيضا بأن الصحة العقلية والرفاهية ووباء فيروس كورونا المستمر ده من أسباب الحصول على الكفالة. وتم تقديم كل هذه الادعاءات لطلب قبول الخروج بكفالة، وتم تأجيله ليوم غد للرد على هذا الأمر. شكرا لمشاهدتك الفيديو. لو حابب تدعمنا اضغط زر الاشتراك وفعل زر الجرس واضغط لايك واكتب لنا رأيك في التعليقات، وأتمنى مشاهدة الفيديو بالكامل، فهناك العديد من المعلومات.